لقد أجرى الله الكريم عادته بكرمه أن من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. لا تنسى هذا الكلام الذهبي. لقد أجرى الله الكريم عادته بكرمه أن من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. دخل علي طالب من طلابي في مدينة المنصورة واستحلفني بالله أن أدعو في الدرس لوالده الذي توفي في ذات اليوم الذي طلب مني الدعاء فيه، فقلت أفعل إن شاء الله. ثم بكى بطريقة لفتت نظري، قال: يا شيخ، لقد مات اليوم والدي ميتة عجيبة غريبة. قلت: حدثني يا بني. قال: كان والدي قوي البنية معافا صحيحا، وجلسنا لنتناول الغداء معه اليوم، فشعر بألم في بطنه وأراد أن يدخل إلى الخلاء أعزكم الله ليخرج ما في بطنه وجوفه. قال: وقف على الحوض ليقيه، ثم قال لنا: انصرف. فلما تعب من طول الوقوف برك على ركبتيه أمام المرحاض، وكلما أراد أن يقيء وضع وجهه في المرحاض حتى لا ينجس المكان. قال: وصمت ولم نسمع له صوتا. فقالت لي أمي: قم يا ولدي وانظر إلى أبيك. قال: فقمت فوجدت رأس أبي محشورة في المرحاض وقد خرجت روحه. قلت: أعوذ بالله، أعوذ بالله، اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة. يا بني، ماذا كان يصنع والدك؟ قال: لقد سألت أمي فقالت: يا ولدي، كان والدك لا يصلي. قلت: أنا أعلم خطورة ترك الصلاة، لكن هذه الميتة يا ولدي ليست ميتة تارك صلاة. أعلم خطر ترك الصلاة، فتارك الصلاة فريق من العلماء يكفره وفريق من العلماء يفسقه. لن أدخل في تفصيل الخلاف، لكن أقول: اعلم أنك يا من تركت الصلاة محل خلاف بين أهل العلم، فمنهم من يكفرك ومنهم من يفسقك. أفترضى بذلك؟ قلت: أستحلفك بالله عد إلى أمك وقل لها يقول لك محمد يستحلفك بالله ماذا كان يصنع والدي. ففطنت وقالت: نعم، صدق الشيخ يا ولدي، أبوك كان بيطلع 1000 جنيه ب1500، كان يعمل مرابيا يأكل الربا. قلت: نعم، صدقت، هذه ميتة آكل الحرام، أن يموت وهو يأكل الحرام. روى مسلم في صحيحه من حديث جابر أنه صلى الله عليه وسلم قال: يبعث كل عبد على ما مات عليه. وذكرت قولة الحافظ ابن كثير وفي مسند أحمد وسنن الترمذي بسند صحيح من حديث أنس أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله. قيل: كيف يستعمله يا رسول الله؟ قال: يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه. اللهم استعملنا يا أرحم الراحمين. إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله. قيل: كيف يستعمله يا رسول الله؟ قال: يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه. ما المخرج؟